لا يعني هو بجد اثر في حقي. لما جيت اتخانقت معاه ورحت الشقه الثانيه قلت له همشي، قال لي امشي. ماشي. اسبوع كامل ما رنش عليا رنه. اسبوع ما رنش عليا، 11 يوم ما رنش عليا. حتى لو هو زعلان بس ما ينفعش ما يرنش ولا رن ولا سأل ولا اي حاجه في اي حاجه. انا اتضايقت بجد. انا عمري ما اكرهها. في حد بيكره بنته في لا الدنيا؟ انت بتكرهني. انا الوحيد اللي بحن، انا اللي بطبطب عليها وبحطها في حضني. قلت كلام كتير قوي وانا حابسه يا ايمن. احسن واحده في الدنيا كلها. لا لا يا سيف، لا يا سيف، ما فيش حاجه اسمها لما اقول لك انا بكرهك يبقى انا عايزك احسن واحده. يعني ايه انا بني ادم ما بحس؟ يعني ايه ابويا يقول لي ما بيحبكيش وقت خناقه؟ ما انا بتضايق على فكره، انا بحس. وقت خناق؟ لا وقت خناقه الشيطان. عشان تبقى فاهم والناس دي كلها تبقى سامعه الكلام ده. دي بنتي مهما تعمل لازم استعملها، وانا لازم اخدها في حضني واحضن عليها. امال مين اللي هيحضن عليها؟ لان هي مالهاش غيري وهي تعبانه غصب عنها. خلاص انا لازم استحملها، الناس مش هتستحملها. انا عارف ان الناس كلها مش مستحملاها، لكن انا لازم استحملها لان انا ابوها. ولو اي واحد مكاني لازم يستحملها. لو انت عندك بنت وتعبانه هتسيبها؟ لو عندها زوج تعبانه هتسيبها؟ طيب انا اللي هحضن عليها وانا اللي هاخدها في حضني. مفيش حد تاني يعمل غير كده. فدي بنتي عمري ما بزعل منها خالص، ودي احسن حاجه ليا في الدنيا كلها حبيبتي. اهو يا ايمن مشاعر. تنزل ايه؟ لكن مشاعر اهو. عيد ميلادها السنه بعد يومين. كل سنه وانت طيبه يا ابله سوزي يا حبيبه قلبي. الكلمه دي حبيبي. انت سندي وانت ظهري وصاحب عمري كله. لما بشكي لما بحكي من غيرك اروح اقوله. يلي مهما كبر سني هفضل اعيش في ضله. يا حبيبي يا رب يخلي حبيبي. بوسه كمان. بلاش الجو ده. ايه ده؟ مسحت البوسه ليه؟ طب وسع يا ايمن عشان انت كده بتعاملني وحش على فكره. على فكره انت بتصنع يا ايمن وانت بتتعامل، يعني انت مش معاملتك اب البنت وانت حقيقي بترسمها يا ايمن. يعني انا لما بوستك بحب. البوسه قورت هنا، عملت قلبي هنا. بص اختك بتطلع قلوب كده، بتطلع فلتر قلوب دلوقتي. هي زعلانه عشان خاطر الفلوس. حضرتك قول وجهه نظرك ان انت خدت منها الفلوس. الفلوس دي يا تسمع لهوي حرام. يا لهوي. ايه في ايه؟ والنعمه دي هو ايه اللي انا مديهم لعمتي؟ انا لازم اقول كده عشان ما ادومش ليكي. يعني انت كدبت. بحافظ لك عليها بس مش اكتر. الحوار ولا عاوز منك فلوس ولا عاوز منك خلاص حاجه. يا ايمن الحوار ده اتقفل. يا بنتي افهمي، انا كده زي وجهه نظري صح. هو خايف عليكي بس ومش عايزك تصرفي. ربنا لحد دلوقتي ما ادانيش الفلوس، بس انا عشان واحده جدعه عديت الموضوع. بس كده كده هاخدهم وربنا ما هيحل في جنيه فيهم. حتى الاستيك الاصفر اللي استيك بالفلوس هاخدهم. اما تعوزي تقولي عايزه حاجه تعالوا انا اجيب لك الحاجه اللي انت عاوزاها كلها بالفلوس كلها. يا عم ده انت محاسبني على 50 جنيه الاوبر يا ايمن بقى وربنا يسيحك. يا ابويا يعني طب ايه في الموضوع في الفلوس بالذات ما تجيش اوبر. معايا؟ انا حاسبتك على اوبر. ما انت لسه هتاخد مني فلوس. طب بعد اذنك في الفلوس ما تجيش معايا يا ايمن، عشان في الفلوس بنسى نفسي، بنسى يا اصلي. ابني. انا عايزاها الان أنا كاش. كاش. لا فلوسي دلوقتي يا بابي. امدلي وصل على بياضه. انت ابوكي على وصل امانه. يا لهوي. اقفل يا سيف الموضوع ده في كوستاريكا الموضوع واتقفل. خلص. طب يجوزك طارق وتستغني عن فلوسك؟ ايه؟ يعني فلوس ولا طارق؟ انت كده حطيتني في كوستاريكا. يعني فلوس ولا طارق؟ فلوس. لا والله العظيم. ده انت بتقولي الفلوس ولا طارق؟ بسرعه جواب سريع. فلوس ولا طارق؟ طارق. ليه مش موافق على طارق؟ هي مش حكايه مش موافق على طارق. هو الموضوع ده اصلا اتقفل من زمان خلاص، يعني ما فيش كلام فيه ومش عايزين نتكلم فيه. هو بني ادم كويس وكل حاجه وكل شيء، بس كل شيء اسمه نصيب. بس لما انا اتفقت معاه وقلت له تعالى ما جاش. انت بامانه مش شايف عريس تاني لسوزي وعايز بعد اللقطه دي تقول لي لازم يبقى سفير، لازم يبقى طيار، لازم يبقى جزار، لازم يبقى بتاع فشار. جزار ماشي، لكن طيار ازاي؟ طب اقول لك سيبك من بابا. هي بتهزر دلوقتي يعني بتضحك. سيبك من بابا. لا سيبك من ايمن. انا وطاري مش شبه بعض. نعمل تاني في الموضوع خلاص بقى. الموضوع ده منتهي بقى خلاص. خلاص الموضوع منتهي لحد ما نبقى فاتحه. ماشي خلاص. انت يا عم طلباتك ايه من اي عريس يتقدم لسوزي؟ انا ما بطلبش من اي حد اي حاجه على فكره، لان انا عارف الشباب كلها. انا الشباب كلها حاجه. يعني الشخص اللي انت عايزه يبقى عامل ازاي؟ مواصفات فتح احلام. انا اقول لك قصير، عينيه ملونه، يبقى من المرج، بيدفع استشوار، ما بيلبسش اكسسوارات، بيلبس سلسله فضه، واول حرف من اسمه طارق. وبعد الحلقه دي حياتك يبقى قابليني. وحياتك يبقى قابليني. طب عيب على فكره يا ايمن. عشان انت عمال عيب تكسر
قصه حبنا. مش بنتكلم في الموضوع ده. عارف في اغنيه انا بسمعها بالليل لما بحس ان ابويا مقفل الموضوع، بسمع اغنيه بيقول ايه: يا بنتي شوفوني بعيوني كانوا حبوني كانوا عذبوك زي ما عذبوك. مش عايزه الفلوس هتوفي بطاري. مين ده؟ لما بفكر برضه. لا ما ده لا ما هي دلوقتي هستغنى عن الفلوس خلاص لا كده. يا بقول لك استني ايه كده. استني بقى عشان ما امسكش بتتكلمي الصح. فيك. احنا مش اتفقنا يا سيف في اول الكلام قال لي الفلوس ولا طارق؟ قلت طارق خلاص. لا ما تزودش. لا هي الكلمه الاولى اللي بتتقال. بقول لك ايه يا ايمن، ولا عايزه الفلوس ولا عايزه طارق ولا عايزاك. خلصانه كده الحلقه خلصت وجود باي. انا خلاص اصلا بحب واحد تاني اصلا. تحب واحد تاني غير طارق؟ اه اسمه ايه؟ اسمه طارق. اسمه ايمن بقى. ايمن طارق. يلا طارق أيمن. حضن اخير بقى ونقفل اللقاء. ماشي ادينا. الناس بقى بتكسفني. بص الناس بتصورني. الناس بتصورني يا ايمن. بس خلي بالك بقى يوم عيد ميلادي ده انا عمري ما عملت صراحه. هعمله لك يا باشا. والراجع يا ايمن. يبقى موافق. ايه؟ يبقى موافق. موافق على طارق قصده كده. والراجع موافق على طارق. انا ما بحبش اعياد الميلاد. احنا كلامنا عيد ميلاد. أعياد كلامنا الميلاد النهارده دي بقى. بدع احنا كلامنا بقى وقرف. عملت لك وحاجات اخر كوستاريكا يعني. موافق على عيد الميلاد. هتعمل لي عيد ميلاد؟ احسن عيد ميلاد. هعمله في قاعه يعملوا لك في حد. والممثلين جايين ويجيب لك اي وفانزاتي جايين العيد ميلاد. خد يا بابي. قولي له يا بابا نفسي تقول له. والله ما بعرفش اقول له خد يا ابويا. ما بعرفش اقول له وربنا الكلمه دي صعبه. قولي له قولي له يا ابويا قولي له يا بابا تعالى بعد اذنك. يا ابويا تعالى بعد اذنك. خلص عشان اسمه بابا. اسمه ايه؟ قولي ورايا. بابا ابويا بابا ابويا. بابا. يا عم يلا طب قولي دادي كده. يلا يا ابويا. قولي دادي. يا ماي فازر. تزريله ايه ده؟ يا عم احنا اصحاب. شايف ده بيوقع بينا ده وربنا انا وقعت ما بينكم يا عم. يورد على جنة ده. انا اللي صالحتكم مع بعض. صلحتنا مع بعض احنا الاثنين يعني. لما اكلمك في التليفون. ايوه انت اللي كنت بتكلمني في التليفون. ايوه لا أكيد. وده انت في كوستاريكا. ده انت مش هنا خالص يا ابويا. إيه؟ يا ابويا يا عم هو ما بيطلعليش مشاعر. طلع لها مشاعر يا عم. انت حبيبتي يا مي. يا مي ايه يا سوسي. يا لهوي يا لهوي ادي واحد. لهوي مي. بتفرق ما بين الاخوات. اخرب مفيش مشاعر هتتواسد بعد الكلمه دي. مي طب نحاول مره كمان. اختي مش مسامحاك يا فتحي. نحاول مره كمان يا عم. تاني. نحاول مره تانية. انت بوظت الاولى. بس كفايه كده. يقع بينا انا وطارق. اقفل بقى الحلقه بقى. اقفل بقى. عايز تقولي حاجه تاني؟ انت قفلت الحلقه ليه؟ ما خلاص هي عشان الناس بقى الناس عماله تتكلم كتير بقى. يا عم هو كمل عايزه كلام، تقولي كمل حاجه. حاجة. عايزه تقولي حاجه. عايز يا عم كمل من تاني كمل. لا عايزه تقولي حاجه تاني. ايوه قول لا انت قلت لي فلوس ولا طارق؟ خلينا نكمل. الفلوس ولا طارق؟ لا احنا قلنا طارق. جيت النهارده البيت عشان اجيبه. كنا بنجيب بعض يعني وبنلبس الاوتفات زي بعض. تعالى كده يا ابويا نلبس الاوتفات زي بعض. وربنا يا سيف طلع على السلم لقيته موت الفار. وربنا موته وغلاوه اختي الفار اللي عايش عندكم؟ مات. موت الفارين. موتهم ولا لا يا ابويا رد. ايوه موتوه. ايه المشكله يعني؟ في ناس كنت انت عارف الفارين دول بقالهم كام سنه فين على يا لهوي لو الفيديو اتدلت. اول واحد شاف فيديو الفار انت. يعني انا هشرح لكم موقف. ما تنزليش الفيديو ده. ابويا موت الفار وانا مسكته كده. هي قالت الموقف. ماسكه الفار بايديها من ديله كده. ده انجاز. ده اللي يخلينا صالحه بجد. انت عارف الفار ده امي ما كانتش بتعرف تتوضى. وربنا ممكن امي كانت تغسل ايديها مره تعمل كده وتجري تصلي بقى خايفه من الفار. دلوقتي امي بجد هيتقبل لها الصلاه. انقذت العيله يا عم. فاكر يوم ولاده سوزي؟ فاكرها يا عم؟ هو انا وربنا يستر. يعني كنت عامل له مصيده ووقف المصيده. تعملوا مصيده. طلعت من المصيده الموت. قمت موت. هو حط لها حته لانش. بيحكي عن بطولات. اسكت بقى. هو حط لها حته لانش. فين بقى المصيده اللي انت عملتها؟ هو ده حتى كان في دي. المصيده خلاص. ده كان المصيده بقى. ده الموضوع ده يوم 25 يناير بقول لك يوم الثوره. اصلا والله لا، العظيم. احكي لنا بقى. لكن ايه ما كانت ثوره ايام وكانت ايام حلوه يعني بالصلاه على النبي. احكي ايه اللي حصل. ما حصلش حاجه. قالوا امي ماري كانت بتولد وكان جنبها صاروخ. قالوا لي ام سوزي. ام مي متعود على ام مي. ما مي عادي بس. الاساس. إيه مي الاساس وانا اكياس. خلاص العيد ميلاد على حسابك كده. مفيش مشاكل. ليه عاوزاه؟ هيكلف 50,000 باكو. ويعني خليك عندي 50 جنيه انت بعد انت هتسيح لي لا بعد. ما انا هاخد كده 50 جنيه لكن عيد ميلاد على مين؟ يعني انت هتاخد مني 50 جنيه وهتعمل لي عيد ميلاد ب 50,000. يخرب بيت البوكت اللي وداكوا في داهيه. مش البوكت. بيت الفلوس. مش البوكت. دول عندي الفلوس. 50 جنيه تجيبيها لكن العيد ميلاد عندي. ماشي
اديله ال 50 جنيه بقى. هشوف بقى يوم العيد ميلاد ده اللي هيحصل. ايه؟ خد ليك عند 40. هاخد ايه؟ خد ليك عند يابا 40. 50 كاملين يا بلاش منه الكلام ده ما يكونش خلاص بقى معايا. يبقى لك بقى.